التحايا والشكر كل من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات لجنيف ومكتب السودان وجنوب ساحل والصحراء والمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وممثلي كل المنظمات والجمعيات المجتمع المدني وكل الحضور جميعا. شكرا على إتاحة الفرصة اليوم نخاطبكم المعاناة اللاجئين السودانيين في انتشار وكل الدول المجاورة المختلفة والنازحين. نؤكد لكم من دورنا الاجتماعي والأخلاقي في جوانب الإنسانية وقضايا المجتمع السوداني. لدينا زيارات في أرض الواقع، بالتحديد في معسكرات السودانيين في انتشار: المعسكر أدري، معسكر أركم، معسكر مجيء، معسكر تلم، معسكر قوس أمير، معسكر قزبيدة، معسكر أبو تنجي. تلك اللاجئين هجروا قسرا من ديارهم بسبب الانتهاكات الميليشيات الدعم السريع الإرهابية. هي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، الجرائم الإبادة الجماعية، القتل الأطفال والنساء والاغتصاب النساء، وبالتحديد في ولاية الجنينة، دار مصاليب، وولاية زالنجة ونيالا والجزيرة وكل بقاع السودان. والحرب الجنينة كانت استهدفت مجموعات الزنجية بالتحديد الإسنية المصاليب وإرنغا وداجو. إننا في منظمة رجال نطالب من مجلس حقوق الإنسان وكل المنظمات العالمية والإقليمية والجمعيات المجتمع المدني تقديم عون إنساني، وهم اليوم أكثر الحوجة: الغذاء والدواء والمأوى وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء، وذلك من أجل تحقيق معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.